شوية دقيق ومية هتطلعي بأحلى وأجمل وألذ خلية نحل. طريقتها سهلة وسريعة وبسيطة. أهلا بيكم، أنا شيرين حمدي ودي قناتي، وتعالوا نشوف مع بعض أجمل وألذ خلية نحل بطريقتين. بصي بقى، دي الطريقة الأولى. بصوا بقى الهشاشة شايفين عاملة ازاي. العجينة كده بتجمع ما بين حاجة مسكرة وفي نفس الوقت حاجة مالحة. بصوا هشة قد ايه، عاملة زي القطن بالظبط. طريقتها سهلة جدا، وأتحداك إنك هتقومي تتوكلي على الله وتعمليها حالا. نبدأ الفيديو بتاعنا على طول، والذكر بتاع النهاردة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طول الفيديو قولي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. دي الطريقة التانية اللي أنا هقولها لكم. نبدأ الفيديو بتاعنا على طول. أول حاجة هاتي أي بولة عندك وحطي على طول 3 معالق كبار كده هما مليانين من السكر الحبيبات، عليهم معلقة برضو كبيرة من الخميرة الفورية، ونزلت كمان على طول بمعلقتين كبار من اللبن البودر. لو متوفر، مش متوفر ممكن تستغني عنه تماما ونعجنها بمية فقط. بعد كده على طول هنزل بكوباية من المية. كل الكوبايات اللي انا هعاير بيها المقادير هي نفس الكوباية. وبعد كده هو بعد كوباية المية دي كانت مية عادية، لأن الجو خلاص بقى حر. لو احنا في الشتاء كنا دفيناها شوية. عليه ربع كوباية من الزيت، يعني تقريبا 3 معالق كبار كده هما مليانين من الزيت، زيت ذرة أو زيت عباد. قلبي الخليط ده كويس. طبعا أنا واثقة من سلامة الخميرة لأني استخدمتها قبل كده كتير. فعلى طول هنزل على طول بكوبايتين، يعني كوبايتين وتلات أرباع أو 3 أكواب من الدقيق. بنبدأ بقى، لو انت عندك عجانة على طول عجنيها، لو مش متوفر عجانة على طول بإيديكي كده. هو هنفضل نستمر في العجن لمدة 10 دقايق بالظبط. العجينة دي علشان انتوا شايفينها هشة كده، هي هشة كده لأن العجينة بتاعتها نفسها بتكون طرية وملزقة جدا في الإيد. طبعا أنا الأول في البداية خالص بنزل ب2.5 كوباية من الدقيق، والنص الكوباية التالتة بقى بنزل بيها بالتدريج لو العجينة مش راضية تفصل خالص من إيدي، ولو حتى بنسبة كده هو بسيطة إنها تبدأ إن هي تفصل معاكي. ابدأي على طول بقى اعجني العجينة الحلوة دي. بصي دي بقى النص كوباية، يعني انا حطيت في البداية 2.5 كوباية من الدقيق. اي نوع دقيق متوفر عندك استخدميه. ودي بقى النص الكوباية الأخيرة هبدأ ان انا اضيفها بالتدريج. غالبا كل نوع دقيق بيحتاج تقريبا الخلية عامة بتتعمل ب3 الا ربع او 3 بالكتير قوي، زي ما قلت لك لو العجينة لزقت معاكي. يلا يا جماعة، مش بتقولوا ليه؟ ويلا نقول كلنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنجيب بولة بقى تانية، طبعا عشان لسه هعجن في العجان عجينة تانية اللي بالشوكولاتة. وهبدأ على طول ان انا احط في البولة شوية زيت صغيرين. بصوا العجينة بقى حلوة قد ايه، هي اصلا من بعد عجين 10 دقايق بقت مطاطية وخطيرة جدا. طريقتها سهلة وسريعة وبسيطة، وقومي اعمليها حالا تتعشوا بيها بقى كده اهو. تحشيها بشوية جبنة او تبقى سادة كده، تعمليها سادة زي بتكون في كل الحالات رهيبة جدا. هغطيها بقى واسيب العجينة الحلوة دي بعد نص ساعة كده اهو في مكان دافي لحد ما تختمر ويتضاعف حجمها. بصوا بقى، بتفكي الخمر اللي فيها، يعني تخبطي كده عليها وتديها بوكسين كده وتلملمي العجينة تاني. هاتي بقى صينية تانية مدهون شوية زيت خفاف جدا. وبعد كده كورنا بقى كده العجينة الحلوة دي. هنبدأ ان احنا نقسم العجينة دي تقريبا ل 35 قطعة او 40 قطعة كده. بصي بتضمي كده هو العجينة بصوابعك الحلوة. وبعد كده على طول بتبدأي انك تعملي كده هو وتفرديها على صوابعك. لو انت حابة بقى تحشيها جبنة، انا حشيت الكرة دي بس. حطي كده في المنتصف وقفليها كده حوالين الجبنة بكل سهولة وبكل يسر. حاولي بقدر الامكان الكور كلها تبقى قد بعضها. لو انت مش هتطلعي كور قد بعضها ولا يهمك، امشي على طول في مسيرتك، هتبقى طعمها حلو جدا وشكلها روعة لأعلى درجة. ما تكتريش الخميرة الفورية عن معلقة، علشان لما بتكتريها الخلايا بيكون حجمها بترفع بزيادة، وبيكون شكلها كده مش، يعني مش محبب للعين. اللهم بارك، دي كانت شكلها رهيب. هنا بقى على طول كده اهو. طول ما انتي واقفه قولي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وزي ما قلت لك تعمليها 30 قطعه، 35، 40 قطعه على حسب ما تقدري. في صينيه تاني مقاس 26 بتدهنيها زيت، علشان الصينيه الحلوه التانية دي هي اللي هتبداي ترصي فيها. طبعا انتي ممكن تبداي ترصي الكور الحلوه دي على طول في الصينيه. يعني انا في الخليه التانية اللي بالشوكولاته او اللي بالكاكاو دي ابتديت على طول ارص في الصينيه. بنرصها ازاي؟ طبعا بتحطي طبقه حلوه من الزيت او الزبده في قاع الصينيه عشان تفصل معاكي. تحطي دايره وتفضلي بقى دواير كده حوالين الدايره اللي في المنتصف بالشكل ده. سهله سريعه بسيطه. يبقى تعالوا نقول المقادير بسرعه. 3 معالق من السكر الحبيبات، معلقتين من اللبن البودر المتوفر، معلقه كبيره من الخميره الفوريه، كوبايه من الميه، ربع كوبايه من الزيت، من 2.5 كوباية ل3 أكواب من الدقيق. وغالبا يعني كل ما بعملها بتاخد 3 كوبايات إلا معلقة كبيرة هرمية، مش أكتر من كده. عجناها لمدة
10 دقايق وسيبناها تختمر لمدة نص ساعة في الصيف. لو انتي في الشتا سيبيها لمدة ساعة وغطيها كويس، وبعد كده هنكورها وهنحطها بالجمال ده. جايبة هنا تقريبا ربع كوباية من الحليب، لو متوفر عندك حليب. مش متوفر عندك حليب حطي شوية مية عليهم معلقتين من السكر عشان نضيف السمسم. مش متوفر عندك سمسم، عندك حبة البركة وحشيها بالجبنة، يا سلام تبقى رهيبة. ادهني الخلية الحلوة بتاعتك دي كده اهو بشوية مية او شوية حليب. انا بحب ادهنها بحليب كده اهو، وطبعا بكون مسكرة الحليب ده علشان تديها لون محمر كده، وشوية سمسم على الوش. طبعا ممكن تحشيها بجبنة، ممكن تحشيها بشوكولاتة، ممكن تحشيها بكما يحلو لك. هسيبها 10 دقايق تختمر كده فوق الفرن بتاع البوتاجاز، يعني على البوتاجاز من فوق كده اهو، من غير اي حاجه. الفرن بس عقبال ما يسخن من تحت. وهسيبها في الفرن من تلت لنص ساعه على حسب ما الحواف بتاعتها كلها تحمر. وبعد كده هولع لها الشوايه، بس هفضل جوه فوق يعني بص عليها جدا عشان بتحمر بسهوله. تعالوا بقى نعمل بتاعه الكاكاو نفس المقادير. 3 معالق من السكر، معلقه كبيره من الخميره الفوريه، ربع كوبايه من الزيت، وبعد كده كوبايه من الميه. قلبتهم كويس ونزلت على طول بكوبايتين ونص الاول من الدقيق. اي دقيق عندك متوفر هتستخدميه. هنا بقى ضفت معلقتين كبار من الكاكاو. لو عندك كاكاو خام او كاكاو عادي ممكن تزودي شويه سكر كده، ولو انت حاسه ان الكاكاو كده هو خام وانت يعني حاسه ان هو مر زياده عن اللزوم، ممكن انت تزودي شويه من السكر كده، هو بدل 3 معالق من السكر خليهم 4 معالق. هنا بقى بعد ما اختمرت عملت نفس اللي انا عملته من شويه بالظبط في الخليه الساده. هنا بقى دي اللي بالكاكاو اللي بالشوكولاته الرهيبه الحلوه دي. على طول بقى كورتها زي ما انتم شايفين، وقلت بسم الله كده اهو في صينيه مقاس 26. ممكن تبقى اصغر الصينيه، ممكن تبقى اكبر. طبعا لو الصينيه اصغر كبري حجم الكور كده، خلي كل كوره كده اهو شكلها كوره محترمه. وطبعا ما تنسيش لو انت بتحبي ان تحط لها جبن، ولادك بيحبوا الجبن، اللي عايشين معاكي في البيت بيحبوا الجبن، تحشيها جبنه بقى حادقه، جبنه موتزاريلا، جبنه مثلثه. هي الاصل في الخليه انها بتتحشي بالكيري، بجبنه كيري مربعات. الجبنه المربعات بتكون حلوه جدا. انا حبيت بقى ان انا محشاش باي حاجه، وكانت في منتهى الروعه. فاكرين الذكر بتاع النهارده كان ايه؟ كان اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الى اصل الخليه انها بنحط لها عسل او شربات تقيل. بصوا بقى بعد ما طلعت اللهم بارك خطيره، حطيت بقى كوبايه من السكر عليها نص كوبايه من الميه، غلوا كده حوالي 5 دقايق لحد ما تقل كده الى حد ما، عصره نص ليمونه ورشه فانيليا. اول ما طلعت من الفرن طبعا ولعت عليها الشوايه، خدت اللون الرهيب اللي انتوا شايفينه ده. الشربات عندي بارد والخلية عندي سخنة. استنيت كده لما تهدى شوية عشان ما تعجنش، وبعد كده على طول سقيتها بشوية شربات. وما بكبش على طول الشربات، بحط شوية صغيرين بشوية صغيرين. ونفس الكلام بقى في الخلية التانية، سقيتها شوية شربات وبعد كده زينتها بشوية شوكولاتة. يا رب الفيديو بتاع النهارده يبقى عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك، ولا الذكر بتاع النهارده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شكرا ليكم والسلام عليكم.